بنفسه. لاحظوا. أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله، الحمام بدأ يتعود يخرج من الغرفة ويرجع إلى الغرفة بنفسه. لاحظوا. في البداية كان الحمام يخاف، ولكن بعد ما عودنا الحمام، طبعا ضروري جدا نربط جناح الحمام بلصقة، ضروري جدا في البداية حتى لا يطير الحمام، لأن الحمام في البداية غير متعود على المكان. فعندما نقوم بلصق جناح الحمام ونتركهم يخرجوا من الغرفة ويرجعوا إلى الغرفة، يبدأ الحمام يتعود على المكان. حتى بعد فترة إذا بعدنا اللصقة من جناح الحمام، يعني طبعا اللصقة نقوم بربط ريش الحمام، وعرضنا لكم في مقطع سابق ربط. يعني من الخطأ أن نقص ريش الحمام. إذا قصينا ريش الحمام فإن الريش لا ينبت من جديد. ملاحظة، لا ينبت من جديد إلا بعد أن نقوم بنتف الريش من جديد. فضروري جدا أن نقوم بلصق فقط، أو ربط ريشتين أو 3 أو 4 ريشات من جناح الحمام، ونتركهم يتعودوا على المكان لفترات، وبعدها سوف نلاحظ أن الحمام يتعود مباشرة. يعني أول ما نفتح لهم الباب خلاص الحمام متعودين. في البداية كان الحمام يخاف، يعني لا يخرجوا من الغرفة نهائيا، ولكن بعد أن تعودوا أول ما افتح لهم الباب لاحظوا أن الحمام يخرج ويتمشى في السطوح بشكل طبيعي، وبعدين يرجعوا بنفسهم، يرجعوا إلى الغرفة. الحمام يرجع إلى الغرفة بنفسه. لاحظوا. فهذه الطريقة مفيدة جدا حتى يتعود الحمام على المكان. بعكس إذا تركنا الحمام يطير، إذا تركنا الحمام في الغرفة ولا يطير، فإن الحمام لن يتعود ويخاف، وسوف تلاحظ أن الحمام حتى إذا خرج من الغرفة وطار لا يرجع. بعكس إذا عودنا الحمام على المكان أو المنطقة لفترات فترات، نلاحظ أن الحمام سبحان الله يحفظ المكان في رأسه، في الدماغ، ويحفظ المكان حتى إذا طار يرجع إلى نفس المكان. فهذه الفائدة من تعويد الحمام وترك الحمام يخرج ويرجع لفترات. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.